هي نفسها؟ اوكي تمام. طيب ميري، تمام. حضرتك اسمك آية جابر. وسيم الأسد. وسيم الأسد. شو اسمها شقيقتك؟ ريم. تمام. اللي صار إنه هو صار في تواصل بين وسيم وبين الحكومة. ما مع بعرف مين مع مين حكى على معلوماتك حسب معلوماتك؟ نشروا على الفيس أنا المكالمة سمعت تسجيل بينه وبين تمام. جميل حسن، هذا بين الصحفي. جميل الحسن وبينه. تمام. بناء على هذا التسجيل بعدين مع مين تم التواصل؟ لانه خبروا سيد جميل انه بشوف لك انا مع مين بتتواصل او مع كذا. انا طبعا ما عندي معلومات مع مين تواصل ومين اعطاه الامان ومين كذا. المهم انعطى الامان على اساس هو ينزل على الشام. طبعا الوضع مأساوي، يعني انا بحكيها على العلن انه وضعهم كان كتير مأساوي. فنزل على اساس اخذ مرته ونزلوا يبيعوا البيت، في بيت بدهم يبيعوه ورجعوا يطلعوا. بس عفوا، وضع الحكومة قصدك مأساوي ولا وسيم الأسد بس؟ لا وضع وسيم والوضع المادي. انا الوضع المادي. لا حدا يقاطع لو سمحتوا، تفضلي. تمام. الوضع المادي كتير تعبان طبعا، مثل ما برجع بقول كان كتير مأساوي. نزلوا بناء على الأمان اللي نعطوه على أساس ساووا عملية. وين كانوا هن؟ يمين بلبنان. نعم. بلبنان. أخذ زوجته ونزلوا انغدر فيهم، أخذوهم. صرحوا عن وسيم. في أطفال ولا بس الزوج والزوجة؟ لا بس هو وزوجته بس. طيب مع بعض. نزلوا على الشام. قابلوا مين؟ شو صار؟ اشرحي لنا شو صار. ما بعرف. أنا مثلك، أنا شفتهم. أنا بعرف إنه نزلوا تمام، بس ما بعرف يعني ما عاد دريت شو صار لحتى نزل الصور على الفيس انه عرفتوا انه اعتقل. نعم تمام. بس بيستاهل. هلا نحن ما بيستاهل عامل بغض النظر بيستاهل. اوكي بيستاهل ولا ما بيستاهل. انا عم بحكي هلا بموضوع اختي. هن صرحوا انه وسيم اعتقل، انه وسيم كذا. طب اختي وينها؟ اختي لحد هلا ما بنعرف عنها اي شيء ولا اي خبر وصلنا. بس درينا يعني وصلتنا معلومه انه كل حدا تاخذ بسياره، يعني هو تاخذ بسياره واختي تاخذت بسياره. طب وين اختي؟ ما بلغوكم انه معتقله اختك عندنا؟ ابدا. فيني شارك بجزئيه؟ لا بس خلينا نسمع منها. سمع. تفضلي. لا حدا يقاطع رجاء. راجع لك منذر. تفضلي ست نعم، حضل معنا نفهم شو المشكله يعني. تفضلي كملي ست آيات. لا حدا يقاطع رجاء. تمام. هلا هي وقت نزلوا عتموا عليها، نحن يعني قلنا اكيد رح يطالعوها. وصلتنا اخبار انه هي يمكن لا تطلعي على الاعلام مثلا، لا تصرحوا عنها، يمكن تضروها اكثر ما تفيدوها، يمكن كذا. طبعا من كذا مصدر. حقهم كسلطه مؤقته لنحكي كلمه الحق. حقهم يعني يعتقلوا، يحققوا، يفهموا شو الموضوع، في شيء باسمها، شو علاقاتها، تشهد شهاده عيان الى اخره. بس لوضح لك ست آيات لو سمحتي لي، مشان نحن بعض المطبلجيه تبع السلطه ما يفهمونا انه نحن فلول. لا، اي حدا من عائله الاسد او شريك مع الاسد متورط بجرائم ويثبت عليه ذلك او متولد بفساد مالي يجب ان يحاكم ويقدم للقضاء. نحن مع السلطه بذلك، على اختلافنا معها بالسياسه العامه. اما السيده زوجته ريم اسمها تمام. اذا عم يتحقق معها، بس خليني اكمل، عم يسمعوني لانه السلطه الان عم تسمعني بدمشق. اذا عم يحققوا معها لتقدم مثلا اعترافات، تقدم شهاده، شو عندها معلومات، هذا كمان طبيعي. لازم تقدم من النيابه بفتره وجيزه. والمفروض تدروا انتم وين، انه هي ما لها علاقه بالنهايه. المفروض زوجها هو المتورط، الا اذا هي في عندها فساد وعقود والى اخره. ابدا ما في شيء اصلا. اختي ما لها باي شيء، لا انا بالدوله ولا انا موظفه ولا انا ست بيت. ست بيت يعني مثل اي ست بيت. ما لها شيء، ما عندها شيء، ما لازم. المفروض قانونا يعني اذا عمل لك، اذا مو متورطه وفي شيء مثبت عليها ما لازم عمليا المفروض يكون. طيب يقاطع بوردي لو سمحت، ضروري. لا حدا يقاطع لو سمحتوا، لا حدا يقاطع. والله عربي عم نحكي. طالعوا لحسن مره ثانيه. يقاطع رح نزله. هي نزلتك هسه، اي حدا رح يقاطع رح لا حدا يقاطع. خلينا نعرف نتحاور معها. يعني انتم هلا بنترككم المجال تسالوها. ستنا قد ايه صار لهم معتقلين؟ من 21 وثيقه قانونيه يا جماعه، فهموا على سماعنا خلينا نفهم. نعم من 21/6. 21/6 يعني تقريبا صار لهم تقريبا 16 يوم 20 يوم تقريبا. 21 يوم. ما في اي خبر عنا. سالتوا رجعتوا السلطات مختصه بدمشق؟ لا طبعا لا، لانه ما حدا بيعرف شيء. يعني نحن عنا مثلا سالنا، يعني اذا حدا بيفيدنا، اذا حدا، كل حدا بقى يعني حضرتك بتاكدي مشان ما يصير نكران، وسيم
اتصل فيهم، عملوا له فخ، نصبوا له، كتبوا بعمليه استخباريه محكمه، يعني كل ما هنالك اتصل الزلمه قال انا ما بدي اعمل تسويه او نوع منها، تفضل تعال، جايب معه مرته، هو اعتقل، اعترفت الدوله انه اعتقلته برسميا، لكن بتاكدي انه زوجته كانت معه. طبعا طيب هذا السؤال اللي لازم ينطرح من الراي العام، انه وين مرت الزلمه يعني؟ نعم. اختي معه. طب اوكي، هلا اختي اخذوها ليش حتموا عليها؟ نحن الفكره ليش حتمتوا عليها؟ طالما انتم عم تصرحوا انه فلان الفلاني اعتقلناه، طب قولوا والله وزوجته ومرته. يعني هلا التعتيم عن اختي بشو بفيد؟ بشو بفيدهم هن، وبشو بفيد اي بني ادم؟ طبعا ما بيفيد اي دوله بدها تدعي العداله والديمقراطيه والانتقال السياسي. نحن طالبين انا عم اقول على الهواء، يعني مو بحق لهم يعتقلوها كونها معه وهو متهم، لتشهد، بتعترف اذا في شيء، اذا في اثباتات عليها، اما اذا ما عليه شيء المفروض يطلقوا صراحه او يعترفوا انه يعلم بالمكان الفلاني. تمام. التحقيق نحن ما لنا ضد التحقيق، بس نحن بدنا نعرف وينه، ليش التعتيم عنا؟ محامي وقف معها يشوف وضعها صحتها؟ طبعا تواصلنا مع محامين ولا محامي رضي، ما بيسرجي يعني ما حدا بيسرجي يعني ما حدا رضي انه لا والله بدك تعذرينا، لا والله ما بنقدر. بيخافوا المحامين يعني؟ ما بيقدروا، ما بدهم يفوتوا حالهم بتاهه يعني. ما شو اسمها الثلاثي هي؟ عم يسمعوك المنظمات الدوليه. ريم محمد جابر، طبعا ما لها علاقه بمحمد جابر ابدا. انتوا جابر من اي عائله، من اي مدينه؟ من لاذقيه. من لاذقيه، من ابناء الطائفه العلويه الكريمه ولا من اخواننا السنه؟ انا عيب اسال السؤال، لكن هذا السائد بالشارع. يعني هذا الدارج، يعني صار الواحد بينسال هيك سؤال ما بعرف. طيب احمد الشرع وقياده دمشق والاستخبارات دمشق بتزعجوا احيانا من برا، لانه احنا لساننا شوي طويل اكثر من غيرنا، لكننا لا نقبل بفلول النظام يعني يعيثوا فسادا او متشددين من ما يسمى بدوله يعيثوا فسادا. من حقنا كمواطنين قمنا بثوره للعداله والانتقاليه والديمقراطيه انه اهلها يتصلوا يقولوا البنت شو ذنبها، بدنا نعرف شو الموضوع يعني يا سياده الرئيس الشرع او الاخ احمد او كسلطه وزير الداخليه. هذا الموضوع يعني بغض النظر عن حقدنا على النظام واللي عملوا فينا، جيبوا بشار قاعد بروسيا، وسيم مجرم حطوه بسجن، حاكموه بما يستحق. المرأة اذا عندها جريمه يا اخي حاكموها، بس قولوا وينها. هذا اللي عم تسال اختها، يعني حقها. تفضلي. ايه هلا اختي بما انه ما صرحوا عنها، نحن بنعتبرها مخطوفه، يعني مخطوفه مثل كثير عالم، بس نحن الجهه اللي اخذتها بنعرفها، يعني مو مثل المخطوفات. مين الجهه اللي اخذتها؟ الدولة أخذتها، يلي مسكوه لوسيم هن اللي أخذوه. حتما كانوا مع بعض لأنه أوكي. طبعا كانوا مع بعض، مين بده ياخذها؟ يعني ما حدا أخذها والله من على الطريق أو. طيب شو بتنجدي خلينا نحكي اللي شوي كسوريين مع بعضنا، حكومة مؤقتة وشعبا، شو بتناشدي السلطة بدمشق فيما يخص ملف أختك؟ يعني تفضلي سيدتي. أنا بناشد يصرحوا عن أختي وينها، يعطونا أي خبر عنها، تطلع ما عليها شيء. 20 يوم وهي معتقلة عندكم، ليه؟ بأي تهمة؟ حتى لو عم يحققوا معه، يعني كل هذا الوقت، يعني لو بدها تحكي قصة حياتها من وقت خلقت لهلا كانت حكتها. التعتيم عن اختي ليش؟ الاعتقال ليش ما في تصريح عنها انه انا والله اختها هيك موجوده عنا بالمكان الفلاني، عم نحقق معها يومين ثلاثه ان شاء الله بتطلع. طبعا على في شغله خطيره حكيتيها حضرتك وصادمه بالحقيقه، يعني انه هن عم يقدموا نفسهم دوله عمر بن الخطاب ودوله القانون ودوله والاسير والمعتقل وله حقوق، بس على الاقل يقولوا وينها. تمام، انا ما عندي، انا مالي ضد. يوكلوا محامي يا اخي وقف معاها، اذا مجرمه عفوا السيدتي، اذا مجرمه يا اخي قاضوها بريئه طالعوها. بالنهايه ما بحالها توقف واحد اكثر من 4-5 ايام على ذمه التحقيق. تمام، ما يصيرنا 20 يوم. تمام، انا هذا اللي عم طالب فيه. انا شفت مناشده فيديو للسيده الوالده ست والدتك، يعني عم تقول يا اخي نعم ما حدا اتصل فيكم، ما حدا تواصل. هي رحت لك فيه، انا بدي اذكر لك هذا الموضوع. طبعا بعد 9 ايام انه ما في خبر عنا نهائي ولا وصلنا اي معلومه، فقلنا بنطلع الاعلام، يعني ماما تطلع تقول انه والله بنتي كانت مع زوجها واتاخذت. طبعا كثير عالم شافوا، ما بعرف اذا حضرتك شفته للفيديو، مناشده وكذا، حتى ناشدت القياده، يعني ناشدت انه يعني اطلعوا لي بنتي، وين بنتي؟ طب شو رأي اللواء جميل حسن اللي بيشتغل مع السلطة، مو اللواء جميل حسن تبع الجوية، الصحافي الشهير، شو عم يقول عن الموضوع؟ ما بعرف شيء، طبعا ما صرح بشيء ابدا. إذن هذه مناشدة من السيدة آية جابر، هذه مناشدة من السيدة آية جابر عم تطالب بمعرفة مصير أختها ريم جابر زوجة المتهم وسيم الأسد، وهي ما عم تسأل عن وسيم، وعم تقول السيدة إذا كانوا
عم تطالع فيديو تبع الوالده. مرة ما لها عامله شيء، مرة يا ريت تعطونا مجال لانه كثير. لحظه عبد الله، ما سمحت لحدا يفتح الميكروفون، اسكتوا رجاء شوي بس كده نخلص من القضيه. عم تسجل لانه شو قلتي ست آية عفوا؟ هلا انا اللي بدي اقوله ولا تزر وازرة وزر اخرى. طبعا اي بني ادم يعني اخي اذا عمل شيء انا بتحاسب على الشيء اللي عمله اخي، شو ما كانت الجرم. قانونا لا، قتل شو ما كان اكيد لا. فعلى اي اساس هلا اختي موقوفه؟ انه مرت فلان. طيب اوكي مرت فلان بس ما ساوت شيء، ما عليها شيء. ليش لجأتي لمنبرنا تحديدا؟ شو السبب؟ هلا اولا حضرتك كثير حيادي، الغلط بتقول له غلط شو ما كان يكون، مثلك مثلنا نحن كمان على الغلط بنقول غلط. يعني ان كان قبل وان كان بعدين وطول عمرنا نحن هيك، نحن عائلتنا هيك الحمد لله. يعني حتى نحن بقلب العائله انت غلطان، لا انت غلطان. فحضرتك انت حيادي، يعني ان كان قبل كنت تحكي الحقيقه وان كان هلا عم تحكي الحق. الحمد لله، الله لا يعيننا غير على اقول الحق لو على نفسنا. انا لجأت لك. لا منبرك ولكل سوري مظلوم. نحن مع القانون، مع محاسبة مجرمين النظام، مجرمين معارضة، مجرمين بقسد، مجرمين بمسد، أينما وجدوا يحاكموا بالقانون. لكن بده يكون في دولة قانون، محامي ودكتور يشرف عليهم وأهلها يعرفوا وينها ويشق عليها. يا أخي ما عم نطالبكم غير بالقانون، شو عم نقول؟ هذا اللي عم نطالبكم فيه فقط لا غير. يعني السيد عليه شيء قولوا لأهلها عليها شيء. عنا ما في دولة بتاخذ مواطن بتقول ما بنعرف وين، ولا بس لك عم يقول لك المحامي ما عم يسرجوا يتدخلوا. شو الدولة نحن اللي عم نستناها اذا محامي ما بيصير يتدخل؟ معناتها فيكم كمان تلفقوا لي تهمه وتقولوا لي انا والله فلول، وكمان تخفوا لي من وش الارض وعد بقى حل ذات الحل. لك مو عملنا دوله مشان الحريه والكرامه، ما عم نقول لكم تحاكموا الفلول، انا اول واحد ضدهم، قلت لي ابن اخوي معتقل صدنايا، بس المجرم المتورط اثبتوا عليه بالقانون حاكموا مشان يكون عبره لغيره، مو والله على ابو موزه مين واحد بنجيبه بنقول له فلول. طيب خليكي معنا ست آية. ايه انا مع المحاسبه، انا مع المحاسبه للجميع، بس مو لفئه معينه وفئه تنترك، او مثلا حدا يروح يعني شو ما بيقولوا جريره حدا تماما. طيب خليكي معنا، ما بيصير. خليكي معنا ست ميري. لكن وقت نزل وسيم، تمام، وقت نزل وسيم وشالوه واختطفوه، وانا تواصلت على القصر قلت لهم يعني انتم اعطيني. مع مين تواصلت بالقصر سمحت منزل؟ مع مين؟ مع يعني رئيس المخابرات. تمام، رئيس المخابرات مين؟ حسن سلامه؟ ايه حسين. شو حكيت مع حسين شخصيا قبل ما يصير عمليه؟ وحسين وينه الان؟ هل مصاب صحيح كما قيل؟ لا حسين حي ورزق، ما فيه شيء ابدا. الحمد لله نتمنى يكون بخير. حكيت مع الاستاذ مع السيد حسين شو قال لك؟ ايه حكيت مع حسين، قال لي تواصل. هذا كلام مهم لانه على يعني قانوني. تفضل. حكيت مع حسين رئيس المخابرات التابعه لسلطه احمد رئيس المخابرات قال لي انا ما بعرف شيء، تواصل مع انس خطاب. تمام. طيب حكيت مع انس خطاب؟ تواصلت على مكتب انس خطاب، وما بيحكي بالتليفون مباشر، في شخص اسمه جميل هو مدير اعماله، فقلت له والله مدير مكتبه ما في مدير اعماله. شو تاجر هو؟ يعني هو وعد لسانك عم تاجر ولا في مدير اعمال وفي مدير مكتب. تمام والله ليش عنده اعمال وزير الداخليه غير الامن والسلطه؟ طبعا شو مفكر شغله هيك يعني كلام كبير هذا يا منذر. ايه عادي، بس خلينا اكمل. والله انت واصل للسلطه يا زلمه. ايه تواصلت مع بتعرف انت انه هو صديقي، يعني احمد شرف صديقي بالاخر. تمام، يعني بتعرفوا بعض من ايام احمد الصالح، عبد القادر الصالح، من 2003، مو من جديد. تمام، اصدقاء انت وياه طبعا. يعني يجي حلب يدرس عند ابو القعقاع هيك فترات اسبوعيه ويروح مثل. بتعرف من هيك الايام انت؟ يعني طبعا اكيد هدول الشله كلهم يعني بالنهايه تخريج الصاخور، مو يعني تخريج ابو القعقاع محمود كلغاسي الشيخ الكردي الحلبي. تمام. اللي كان يشتغل مع السلطه يعني، لكن يعني بتعرف انت مسجده كان تبع يا سيدي الرئيسة جرزة البقدونس وسيدي هذا وين؟ يا سيدي الرئيس. اوكي شو قال لك؟ قلت له مشان يعني انا تواصلوا معي اهلا للمخلوقه عم بيطلبوا بنتهم. قال لي جورج طالع آية مرة ثانية اللي كانت معنا لانه فصل من عندها بالحرف الواحد مدير مكتبه لأنس خطاب قال لي الموضوع عند احمد الشرع، مو عندي، مو عندنا اطلاقا. موضوع شو؟ موضوع المختطف، يعني نحن مسميها مختطفه. تمام، لاني خطفوها. انك كنت عم تحكي بشأن زوجة وسيم. ايوه هذا هو. انا ما بحكي مشان وسيم، يعني مثل ما بقولوا هن رفقوا له انه عمليه وكذا، لكن اعطوه الامان بالاخر، وانا ما اقبل واحد ينعطى الامان ويصير فيه هذا الشيء صار اطلاقا. تمام، لو كان ما بيهمنا امر وسيم، القانون هو القانون يصطفي. بس السيده هي ما لزم. شو قالوا لك بشأنها؟ قال لي انه الموضوع بالقصر عند احمد الشرع، لاني في مكتب لهدول الناس على ما يبدو
كل بنت بتنخطف في الساحل السوري الامر بيخرج من القصر الجمهوري، ولما برجعوها بمسرحيه لاهلها انه شوفوا الدوله جابت. هذا كلام كبير يا منذر اللي عم تقوله. لا اتهام خطير للدوله. إيه انا بقول بشكل رسمي، ماني مخبي حالي، اني بيعرفوني، كل الناس تعرفني. يعني انا مشهور، يعني مثل اقول علم بالمعارضه السوريه. فقلت له والله هذا الشيء ما بيناسبنا، يعني نحن ما بيناسبنا هذا الشيء. ممكن يفتح كاميرا؟ بس ممكن منذر معروف افتح كاميرتك منذر، ما بتعرف ولا منذر يا عبد الله 100 مره طالع معنا. بارك مع العيله تمام، فعيفني هلا هيك معروف منذر صالح، معروف بيعرفوه من عمر عبد القادر الصالح. نعم فهون النقطه. نعم. انا بعرفه كيف القصر عنده فيديوهات عن طالع معي، كيف قصر للجمهور، كيف قصر للجمهوريه والرئاسه والى اخره بيعمل هيك حركات مع مواطن صاحبك سوري. احمد الشرع ليش ما حكيت معه؟ ما بيتواصل بشكل شخصي. انا على كل حال في تليفون بيني وبين مقتطفات بشكل عام. ليش ابنك عم يعمل هيك تقبل حد يعمل شيء ببنتك او يعمل هذا؟ ما بصير، عيب. قلت ما تريد هي نساء سوريان. قلت ما تريد. وفي نقطه ثانيه بخصوص قصد والمفاوضات، كوني على اطلاع هذا موضوع حلقتنا. نعم تمام، كوني على اطلاع مباشر، والسيده الهام احمد صديقتي ونحن على تواصل بشكل ما شاء الله عليك. واصل انت. والله انا ما عندي ارقام تليفوناتهم كلهم اللي عم تذكرهم، اللي عم يطلعوا الدرويش. والله اللي بدك اياه ببعث لك، ما في مشكله. كبير يا منذر كبير. ايه شوف بخصوص قسد، التفاوض بين قسد عم بيصير مع تركيا بشكل مباشر. وليس نعرفها هي المعلومه مع دمشق. تمام. طيب بالنسبه لدمشق احمد الشرع غير جاهز يشن اي معركه على شمال شرق سوريا، لاني شمال شرق سوريا يعني عنده حلف استراتيجي مع امريكا. طب هدول عم يبعبعوا، هدول حداد ومداد وبنداد وميساء و3 ايام و4 ايام وجايكم، وهذا اللي بيشرب الظل. ماذا تقول لهؤلاء يا استاذ سمير؟ تفضل. وزير الدفاع ووزير الخارجيه الاسرائيلي اول اتصال بيتصلوا بسوريا اتصل بالهام احمد، ما اتصل باحمد الشرع. اليوم اسرائيل مع شعوب المنطقه. تمام. طيب اذا بدك تناقش بهالموضوع خليك معي. عبد الله مداخلتك تفضل. بسلتك محروقه انت واخرناك ولا فينا نحكي؟ لا طبعا فيك تحكي. خليك معي منذر. تفضل استاذ عبد الله. اذا انت ما حكيت مين بدي احكي لك؟ لا استاذ سمير، انا على فكره الموانع عبد الله يلا خلصني الموضوع. هلا عم يسمعونا 8000 شخص طبعا. الحديث اللي صار هلا خطير طبعا، بحقك وبحقنا. بحقي شو؟ وين؟ يلي صار هلا مقلب كبير وكارثه بحق منصتك وبحق اصدقائك يا سمير. انه شو وين الكارثه؟ انا مو بعد 14 سنه وبعد ما راح من شبابي 14 سنه، انا لهلا احيانا هيك صوتي بيتعب، يمكن من الاسى يلي شفناه من بيت الاسد. لنقعد نحن هلا مثل التلاميذ وعم نسمع واحد نحن شو دخلنا بوسيم الاسد وفلول الاسد؟ نحن عم نحكي عن زوجته شو ذنبه بالقانون؟ هذا السؤال. شو رايك هلا انه نترك كل شيء؟ لا نحن بدنا نعمل يا عبد الله، نحن ما عم ندافع عن وسيم. يا عبد الله لا تزود علي، ما عم ندافع عن وسيم. وسيم مجرم يحاكموه يثبتوا عليه. انا عم بحكي عن زوجته اخته المخلوقه اتصلت عم تقول عندي مظلومه. طيب تمام اوكي. طيب انا يعني استاذ سمير هلا هدول كانوا دايسين على رقبتنا واعطيتهم ربع ساعه. انا زلمه ثائر خذ ساعه دايسين على رقبتنا، نظام ما مختلفين. شو ذنب المراه؟ ما يعرفوا اهلها وينها، بس هي تمام. اعطيتها ربع ساعه واعطيت منزل 10 دقائق. ممكن اخذ دقيقه اخي، اعتبرها اخر دقيقه. لا مو دقيقه، 5 دقائق. تفضل. طيب تمام. انا اول شغله سبحان، يعني انا على قد ما انقهرت بس رجعت عزيت حالي انه فعلا وتلك الايام نداولها بين الناس. صدق الله العظيم. نعم سبحان الله. لو كان قبل سنتين انت يكون عندك معتقل وبدك ما عم يتحبك وسيم الاسد كان يا زلمه، كان ما عم يتحبك ويدعس على العالم بالصرامي. نعرف الموضوع. بس احنا حديثنا عن زوجته يعني، بس قولوا انا استاذ سمير انا حر برايي. انا ما بيهمني زوجته، وانا ماني مستعد اطلق موضوعنا زوجته يا استاذ عبد الله. نقطه نظام. نحن يا استاذ سمير انا اكثر واحد انبسط لما اعتقلوا نظيف عبد الله. انا اكثر واحد انبسط لما اعتقلوا يا استاذ سمير. عم بسألك عن زوجته، يعني اثاره موضوع طيب تمام حلو كثير تمام. بس هذا الموضوع حصرا يعني. بالنسبه لإلي انا بعتبر حالي هاي ربع ساعه كانت كثير خطيره بحياتي، اني انا عم اسمع اخت زوجة وسيم الاسد وعم تحكي عن مظلوميه وسيم الاسد ومرت وسيم. ما تكلمت عن مظلوميه وسيم، كلامك محدود عليك. تكلمت عن زوجة قالت ان شاء الله بتعد مو ماني علاقه. انا بدي اختي منزل الصالح
والسيد منذر الصالح منذر مسؤول عن عامل كلامه. يا فيها. عبد الله، يا عبد الله، هذا يا المنبر ما إعلامي. بتخليني احكي على فكره. بس لوضح لك عم تاخذ امور باتجاه مختلف يا يا عبد الله. استاذ مشانك سمير انت انا رايي في شيء غلط. المخلوقه عم تسال وين اختي، شو ذنبها؟ منذر الصالح عم بيحكي كلام غريب، عم بيقول لك انه حكى مع الرئيس والرئيس بيعرف عبد الله الموضوع. عبد الله جورج على حبيبي. فكره هذا اللي صار فخ. لك لا تأول، هي قالت وسيم انا ما دخلني فيه. هلا عم تقول لي صار فخ. اسمع يا عبد الله، يا عبد الله، يلي صار فخ بحقه يا استاذ عبد الله، عم تقول لي بحقنا فخ. نحن. هلا انا مستعد طالع معي اي واحد متهم من مجرمين النظام اعلاميا يدافع عن نفسه، يروح القضاء بيحاسبه مو انا. عبد الله وضح لنا. بس هي يا زلمه يلي صار اكبر اهانه لنا واكبر اهانه للمنظمه. ليش إهانة؟ واكبر ليش اهانه إهانة؟ لسوريا ليش؟ واكبر اهانه ليش؟ لقوات سوريا الديمقراطيه. شو دخل سوريا الديمقراطيه للحكومة، بالموضوع؟ هذا وسيم للثورة. الاسد زلمه مجرم متورط مع الاسد. عم تسال اختها، اخ بنت حما، وين اختي؟ طيب مرته وينها؟ بس هذا عم تساله. وين الغلط يا عبد الله؟ ما بعرف شو انت عيب امرك يعني. انا ما بدي مسح جوك لهي نحن السلطة. انا غلط. انا لا يا عبد الله، انت زلمه بتخاف الله. شو بك؟ اخي انت اليوم عم تشتغل تهريب. ان شاء الله بيعلقوه بالمرجع ضمن القانون وبالحكم يحاكموه. مجرم أنت الغلط لما يطلعوا مرته عم هدول تسال اختها وين اختي يا اخي؟ هلا هي تسوق بالمظلوميه سمير، وما في لا ما عم يسوق بالمظلوميه. وسيم ما مظلوم. عبد يا الله أستاذ سمير. وسيم لما كان يسبني انا ويسب شوي عائلتي ثاني بده ويهددني، يطلعوا لنا انتوا ما كنتوا جماعة تطلعوا الأسد. تقرروا يا استاذ عبد الله. بس المرأة ما توصل في شيء اسمه وين عبد الله يا عبد الله، في شيء اسمه حقوق مرأة. نحن عم ندافع عن وين المرأة اختي يا اخي؟ السورية. عم ندافع عن مجرمين. المرأة قولوا السورية. مجرمين، يا قولوا عبد الله، مجرمين. لحظه شباب. المرأة السورية السورية مجرمة أختي متورطة وأختها. بكذا، عاملة كذا، تحقيق أثبت كذا. نحن عم نطالب من حكومتنا اللي بدمشق المؤقتة بس تكون دولة قانون. وسيم الأسد متهم بكذا وكذا وكذا، حكمت عليك المحكمة فرضنا بالإعدام أو بالسجن انا المؤبد. راح اسال سؤال. الله لا عبد يردوا. الله. انا راح اسال سؤال. الله لا عبد الله. يردوا. أما هي المرأة حقوق عم مرأة؟ نسأل وينها؟ وين أختي يا حقوق أخي؟ مرأة يا منذر. بتحب احكي لك كم امرأة هلا بلشنا مزاودة بقى وبيع وطنيات. هلا عبد الله معلش جاوبني على سؤالي. انت اليوم معارض للسلطه الشرع. انت اليوم اذا نزلت زوجتك على البلد مع اعتقالها، شو دخل المرأة؟ يا زلمة سؤالك يا جورج غريب. شو هالحكي هذا؟ عم الزلمة عم تقارن بتقول زوجتي لك. بزوجة وسيم علم الأسد. جابك يا حبيبي عم بتقول اخي لك اليوم المرأة ما مسكوا، دخلها. اخي اليوم مسكوا جميل الحسن رئيس المخابرات الجويه او علي مملوك ايه ومعاه مرته واولاده وسجنوهم. منيح. تمام. مجرمين الله لا يردوا. ندافع خليني عنهم. اكمل مشان ما حد يزود علي. ما بحب نحن منا محامين، مو مجرمين. ندافع عشان عنهم. اعمل لك محامين. مجرمين الله